السلام عليكم. جمعت لكم اكتر 5 اسئله يمكن بيتكرروا في موضوع التعافي من الام الانفصال. الاسئله دي بتتسال بشكل مستمر يا اما في الورك شوب بتاعه فراق اللي احنا بنقدمها او بتجيلنا على رسائل الصفحه. فتعالوا كده نرد على سؤال. اول سؤال واللي بيتكرر بشكل مش طبيعي في كل حته وكل ما الناس تشوفنا تساله لنا، هو الانسان المفروض ياخد وقت قد ايه علشان يتعافى من الام الانفصال؟ طيب، السؤال ده مهم جدا جدا جدا، بس محتاج انك تعرف حاجة. مفيش حاجة مرتبطة بوقت او ميعاد معين. يعني ايه؟ يعني مثلا ما اقدرش اقول لك ان انت هتاخد 6 شهور وتتعافى، ما ينفعش واحد تاني اقول له هتاخد مثلا شهر وتتعافى. مفيش حاجة اسمها كده. الوقت التعافي ده الشخص اللي بيتعافى هو اللي بيحدده بناء على الطريقة اللي بيتعامل مع نفسه بيها وقت التعافي. يعني بتتعامل مع نفسك كويس، متقبل مشاعرك، بتتعامل مع افكارك كويس، بتتعامل مع الانفايرمنت او البيئة المجتمعية اللي انت عايش فيها، بتعرف تستخدم التولز بتاعة الدعم اللي حواليك اللي هم صحابك واهلك والناس دي كلها، هتعرف تتعافى في وقت قليل. لكن ما اقدرش اقول لك الوقت ده ايه. فالموضوع ملهوش وقت محدد، على قد ما اكتر حاجة المفروض انت تعرفها هي انك بتتعامل مع نفسك ازاي في الفترة دي. في ناس ممكن تتعافى في 3 شهور، وفي ناس ممكن تتعافى في سنة، وفي ناس ممكن تتعافى في سنتين. فالفكرة كلها في طريقة التعامل بتاعتي مع نفسي في الفترة دي عاملة ازاي. كل ما هتتعامل مع نفسك اكتر، وكل ما هتلتزم بالقرار اللي انت واخده انك تخرج من الزون دي اكتر، كل ما هتلاقي الوقت ده بيقل بشكل مش طبيعي. الموضوع مش مرتبط بوقت خالص. السؤال التاني، ويمكن سؤال برضو تكرر بشكل مستمر ومستغرب ان السؤال ده تكرر، الناس اللي بقالها اكتر من 2 بتحاول تتعافى ومش قادرة. ناس كتير جدا بتبعت بتقول انا بقالي 2 او 3 سنين بحاول اتعافى وبحاول اخرج من العلاقة او من التجربة دي ومش عارف اخرج نفسي، فاعمل ايه؟ لما فترة التعافي بتطول اكتر من 2 دي بتبقى محتاج ان انت تعرض نفسك على طبيب نفسي، عشان احتمال كبير انك يكون عندك يعني مشكلة او اضطراب نفسي او مرض نفسي. فاكتر حاجة المفروض تعملها الفترة دي هي انك تعرض نفسك على طبيب نفسي، تشوف نفسك الاول، تشوف انت الدنيا معاك فيها ايه. لو انت تمام ممكن ترجع تتابع مع لايف كوتش. لو انت حاسس ان انت، او لو الطبيب قالك ان انت مش تمام، فانصحك ان انت تكمل معاه لغاية لما يقولك ان انت تمام. لكن اكتر من 2 يبقى ده مؤشر كبير جدا انك عندك يعني الموضوع اتقلب معاك او زاد معاك، فمحتاج تروح لطبيب نفسي. دي حاجة مهمة جدا لازم تكون مدركها وفاهمها كويس قوي. ثالث سؤال، ويمكن برضو السؤال ده بيتكرر بشكل مستمر، ايه اكتر حاجة ممكن اعملها تفرق معايا في موضوع التعافي من الام الانفصال؟ يعني ايه اكتر حاجة ممكن اعملها تخليني اتعافى؟ طيب، هو في نقطتين مهمين جدا انا من وجهة نظري شايف ان النقطتين دولت من اهم خطوات التعافي ان الانسان المفروض ياخدهم بعد القرار اللي المفروض ياخده علشان يخرج من الزون اللي هو فيها دي. اول حاجة فكرة التقبل، انه يتقبل كل حاجة حصلت، يتقبل العلاقة حلوها بمرها ويطلع منها الدروس المستفادة، وده بالتكرار باستمرار انه يعمل كده. تاني حاجة وحاجة مهمة جدا هي انه يكون في صورة متزنة للشخص اللي معاه في العلاقة، ولا هو شايفه احسن حد في الدنيا فلسه ليه في مشاعر حب، ولا هو شايفه اسوأ حد في الدنيا فليه مشاعر كره جواه. دي بتفرق بشكل كبير جدا. فكرة ان انا اخلي في صورة متزنة دايما للشخص، الشخص ده زي ما كان كويس زي ما كان وحش، بس العلاقة ككل ما كانتش نافعة، فانا هنا حاطط جوايا صورة متزنة للشخص، بس شايف العلاقة من فوق اصلا العلاقة دي مش احسن حاجة او علاقة مش كويسة. ودي علشان تعملها محتاج تعمل حاجة اسمها اعادة تقييم سلبية. يعني ايه؟ يعني تبتدي تفكر نفسك طول الوقت بسلبيات العلاقة والضرر النفسي اللي وقع عليك من العلاقة دي، والعلاقة دي كانت مرهقة قد ايه وتعباك قد ايه، لغاية لما عقلك يبتدي يشوف الصورة الكاملة ويبتدي يقتنع بيها، فبالتالي تبتدي تتعافى وتبتدي تشوف نتائج كويسة جدا. طيب، رابع سؤال، وبرضه السؤال ده بيتكرر بشكل مستمر، هو اجابته قريبة من اجابة السؤال الثالث، بس برضه هقوله عشان بيتكرر بشكل كبير جدا. هو بشكل تاني بيوحشني ومش قادرة انساه رغم كل المآسي اللي ورهاني في العلاقة، بس لسه بيوحشني ولسه بفتكر اللحظات الحلوة اللي كانت في العلاقة ما بيننا ومش عارف انساها. هي تعتبر الإجابة بتاعة السؤال الثالث، ويمكن دي لب موضوع التعافي اللي بتخلي فيه صورة متزنة. مخنا لما بيجي يتعافى من آلام الانفصال بيكون شايف الشخص ده، أو بعد فترة بنشوف الشخص ده
هو شخص كويس جدا وبنشوف العلاقة دي كانت علاقة كويسة جدا، بس كان ناقصها شوية حاجات لو كانت تتعدل، لو كنت انا اتغيرت، لو كان هو اتغير، مع ان العلاقة اصلا ما كانتش نافعة. بس دي الافكار اللي بتجيلي. طيب عشان اقضي على الافكار دي او امنعها اعمل ايه؟ بعمل اعادة التقييم السلبية اللي انا قلت عليها. بتجيب ورقة وقلم وتكتب ايه السلبيات اللي الشخص ده سببها لك، ايه سلبيات الشخص ده اللي انت ما كنتش مستحملها في العلاقة دي اثرت عليك انت نفسيا ازاي، وتبتدي تكرر ده باستمرار لغاية لما تتكون جواك الصورة اللي انا قلت لك عليها دي، الصورة المتزنة للعلاقة. ان الشخص ده كان حلو في حاجات بس كان برضو مش كويس في حاجات، الحاجات اللي ما كانش كويس فيها دي انا ما كنتش هقدر اتعايش معاها، علشان كده انا مش هقدر او ما كنتش هقدر اكمل في العلاقة دي، والعلاقة دي كده كده كانت هتنتهي. لما ابص على الموضوع من المنظور ده بتعافى بشكل اسرع، وبيكون جوايا الصورة المتزنة بقى اللي احنا بنقول عليها في العلاقة دي. فشايف العلاقة دي كان فيها حاجات حلوة اي نعم، بس كان فيها حاجات كتير قوي وحشة. ببتدي اوري نفسي الحاجات الوحشة دي، وابتدي اشوف انا اتعلمت ايه من كل التجربة دي، واكتبه باستمرار برضو، عشان دي الدروس اللي بناخدها وبنطلع بيها وبتخلينا اقوى بعد كده. خامس سؤال واخر سؤال، ويمكن برضه سؤال بيتكرر كتير جدا جدا جدا، وسؤال بصراحة يعني هو يبان ان هو سؤال ملوش اجابة، بس هو سؤال يعني مهم وبقدر جدا الناس اللي بتسأله. هو فعلا في ناس بتتعافى وترجع احسن من الاول او زي الاول، ولا الموضوع كلامه خلاص؟ طيب في ناس كتير جدا بتتعافى، ويمكن حواليك انت لو ابتديت تدور هتلاقي ناس كتير جدا كانت في علاقات ورجعت اقوى من الاول. بالعكس التجارب اللي الانسان بيمر بيها في حياته دي ممكن توديه اساسا، او في ناس بتكتشف فعلا شغفها بعد ما تخرج من التجربة، اثناء فترة التعافي من الام الانفصال اللي هي بتعيشها، واثناء التجربة اللي بتكون مؤلمة شوية دي بيبتدي يشوف شوية حاجات في نفسه، او يكتشف نقاط قوة في نفسه، او يكتشف حاجات حلوة في نفسه هو ما كانش شايفها، بتفرق معاه جدا في حياته. ففي ناس فعلا بتنجح نجاح مبهر بعد ما يعني وهي بتتعافى من آلام الانفصال. في ناس بتكتشف نفسها من جديد. الفكرة كلها في رؤيتك انت لنفسك، وفي رؤيتك انت لأي مرحلة او اي تجربة بتمر بيها. واي تجربة بتمر بيها صدقني بتطلع منك حاجات حلوة كتير جدا، بس لو انت ركزت واخدت القرار وكان عندك الإرادة إنك تخرج منها. دول كانوا أكتر 5 أسئلة بيتسألونا عن التعافي من آلام الانفصال. إذا كان الأسئلة دي بتجينا في الورك شوب بتاعت فراق، أو إذا كان بتجينا على السوشيال ميديا. يا رب أكون فدتكم، ولو عندكم أي أسئلة تانية ممكن تقولها لي في الكومنتات، وبرضه هعمل لكم فيديو وأجاوب عليها إن شاء الله. وطبعا لو حابين تشتركوا معانا في الورك شوب بتاعت فراق ممكن تبعتوا لنا وهنبعت لكم كل التفاصيل. سلام.